عمرك سولتي راسك الى الهند وباكستان دخلوا في واحد الحرب؟ اشنو ممكن يوقع للعالم بصفه عامه وشنو ممكن يوقع للمغرب بصفه خاصه؟ حرب اللي بدات فعلا ولا بدات الهجومات المبدئيه ديالها حاليا ما بين الهند والباكستان، والمغرب حتى هو داخل في الخط، واقتصاد ديال الدول غادي يطيح ومشاكل كبيره ومتعدده جايه في هذه الحرب هذه. ولكن باش تفهم مزيان علاش اصلا هادشي هذا ناض، اشنو علاقه المغرب بهذه الحرب هذه، شنو غادي يوقع للعالم اذا باكستان والهند دخلوا في حرب، فغادي خصني نعاود لك كلشي من الاول. ما تنساش ضروري اشتراك ديالك باش نطلعوا على القناه ل100,000، ويلا نبداو على بركه الله. انا سميتي احمد كرموم وهذه ناقص بالدارجه. يلا نبداو سيادنا. هاد المنطقه هذه اللي كتشوفوا حدايا اللي كتبان لكم هنايا، غادي يبان لك واحد المنطقه عباره على واحد المنطقه هاديه، منطقه تمشي ليها على قبل السياحه، فيها الجبال، فيها النهار، فيها هادي، فيها كاع داكشي اللي غتحتاج انت كتوريست. هاد المنطقه هذه اللي كتشوفوا في الصوره هذه هي اكثر منطقه متنازع عليها في العالم، متنازع عليها ما بين الهند والباكستان. والمفاجأة الكبرى هو أنه الصين داخلها حتى بنسبة ديال 17% من هذه المنطقة هذه، ومحتلة منها واحد الجزء كبير. تقريبا هذه واحد 10 أيام شفنا موت ديال 26 هندي في واحد العملية نوعا ما إرهابية، و10 منهم تم الإصابة ديالهم. وأول دولة فكرت فيها الهند فهي الباكستان. المشكلة ماشي هنا فقط، المشكلة هو أن الدولتين داروا 3 الحروب من قبل، خصوصا بعد ما جاء المستعمر البريطاني وبعد ما سال الاستعمار ديالو بالعاني خلى الحدود ماشي مرسومة. وهذا الشيء كنشوفوها بزاف المناطق اللي كيدخلوا لهم المستعمرين، بحال مثلا المشاكل اللي وقع ما بين حنايا وما بين الجزائر، فسببها الرئيسي هو المستعمر الفرنسي. كذلك بعض الدول الاخرى. هنا كنشوفوا بريطانيا دخلات واستعمرت الهند وباكستان اللي كانت شحال هذه غير الهند، وخلات بانه هذه المنطقه يكون عندها قائد وهذه المنطقه يكون عندها قائد بحدود غير مرسومه، وكيتدابزوا مع بعضياتهم على بعض المناطق. من بعد تم فصل هاد الدولتين باش تكون واحد البلاصه خاصه بالمسلمين اللي هي باكستان، وواحد البلاصه خاصه بالهندوسيين واللي هي الهند. ولاحظتوا في الخريطه ديال شحال هذه غتلقاو بانه باكستان مقسومه على جوج، غتلقاو باكستان الشرقيه وباكستان الغربيه، واللي حاليا تسمى بنغلاديش، بحيث انه الصين هي كانت دخلت في هذه المعمعه هذه وقنعات باكستان الشرقيه باش انها تنعزل وتولي بوحدها، وداكشي علاش ولات سميتها بنغلاديش. فداكشي علاش تلقى واحد الدولتين اللي هما مفرقين، ولكن في الاصل كانوا عباره على دوله واحده، وفي الاصل ديال كاع كلشي كان عباره على دوله كبيره وكانت سميتها الهند. الهند والباكستان سيدنا كيتشاركوا واحد الحاجه مهمه بزاف ويقدروا ينوض عليها الحرب في اي منطقه، اللي هو الماء. والماء كيكون المنبع ديالو جبال ديال الهيمالايا عن طريق الهند، وكاينه عباره على 6 ديال السدود تمايا. باكستان ديما كتهدد الهند وكتقول لها اذا مشيتي حتى وقفتي الماء او تلاعبتي فيه فراه هذا كيتعتبر اعلان حرب عندنا حنايا، لدرجه انه في المدرسه ديال الهند ولا ديال باكستان كيقريوهم كيفاش يكبروا باش يقضيوا على الدوله الاخرى. الهنديين فاش كيكبروا كيكون عنده دماغهم بروغرامي باغي يدابز ويتقاتل مع باكستان، كذلك باكستان فاش كيكبروا كيكون عنده دماغهم بروغرامي باغي غير يتحارب مع الهند. بالنسبه للمنطقه المتنازع عليها واللي شفناها في الاول هي اقليم كشمير. هاد الاولى هذه فاش وقع داك الانقسام ما بين المسلمين والهندوسيين ما عرفوش شكون غادي يحكم هذيك المنطقه، واش الهنود بحيث انهم هندوسيين او لا باكستان بحيث انهم مسلمين. المنطقه اغلبيتها مسلمين، يعني نورمالمون خاصها تمشي عند باكستان، ولكن ناض القائد اللي كاين تما ومشى طلب المساعده من الجيش الهندي، والجيش الهندي دخلوا بالجيش ديالهم، ولدرجه انه توفى لهم 40 واحد في ديك المقاتله اللي كانت تمايا. على قبل هذه القضيه هذه شكون غادي يحكم؟ فهي ارض نورمالمون واقعيا تابعه لباكستان، ولكن مغروس فيها الجيش الهندي. في الصوره هذه غيبان لكم الجيش الباكستاني كتب لك بسم الله الرحمن الرحيم، وطالق لك واحد الصاروخ غادي للجهه ديال اقليم كشمير. هنا غادي يبان لكم هادو الجات او دوك الطائرات الحربيه اللي تابعين لباكستان كيديروا مناورات عسكريه او لا كيتجهوا جهه ديال الهند. واحد من الحكومه ديالهم هما خرج بواحد التصريح اللي غريب جدا، فاسمع معايا. Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Indian self-assumed hubristic role of judge, jury and executioner in the region. بخلاصه باكستان كتعطي واحد المهله ديال 24 حتى 36 ساعه للهند باش انها تراجع في المنطقه ديال اقليم كشمير، او لا غادي تدخل بهجوم عسكري كامل. الاشكال فين كاين هنايا؟ هما جوج دول كيدابزوا مع بعضياتهم، وكنشوفوا بزاف ديال الدول كيدابزوا مع بعضياتهم. الاشكال هنايا هو انه جوج دول هادو بجوج بهم كيمتلكوا النووي،
وبواحد النسبه اللي كبيره جدا. الهند سيدنا خرجت وبغات دير واحد بحال دير استعراض عضلات على باكستان، وخرجت حطت لك واحد 5 ديال النوويات بغات دير لهم قيد تجريب. باكستان في نفس النهار أو في نفس الاسبوع خرجت لك 6 باش انها دير حتى هي استعراض عضلات اولا باش ترجع لهم زعما الصرف في هذه القضيه هذه. بجوج دول عندهم بجوج بهم عندهم النووي، حاجه كتخلع بزاف الا دخلوا في واحد الصراع ديال الحرب والعالم كامل يقدر يوقف بسبب هذه القضيه هذه. الصين من جهه اخرى فطبعا غادي تعاون الحليف ديالها باكستان، وطبعا الحليف ديالها باكستان داخل بروغراماسيون ديال الصين من ناحيه الاكسبور والامبور، يعني يعتبر واحد الحاجه اللي مهمه بزاف ما تقدرش الصين تخلى عليها. ودابا حاليا الصين تعتبر هي المحالف الوحيد لباكستان. ولا شفتوا معايا في هذه الصوره هذه، فراه حاليا الصين كتعطي لباكستان الساتيليت باش انها دير واحد سباين او واحد التجسس على العسكر الهندي. وهنا غادي يدخل لنا مناوشات كبيره، بحيث انه امريكا غادي تدخل في الخط، بحيث انه الهند حليفه ديال امريكا وامريكا حليفه ديال الهند، وباكستان حليفه ديال الصين. وهاد جوج دول بيناتهم ما صنع لحداد، يعني خاصهم فقط شي شعله اللي تجي تشعل داكشي اللي بيناتهم كامل. وخاصكم تعرفوا الهند واحد من اهم المساعدين ديال اسرائيل، اكثر دوله كتعاون او كتزودها بالاسلحه اسرائيل هي الهند. وهنا كيبان لك بانه الانقسام واضح وشاسع. الهند حتى هي قالت لك بدات كدير استعدادات للجيش ديالها وكتسنى المهله اللي باكستان عطاتها، فغادي نشوفوا واحد رده فعل شرسه من طرف الهند. دابا اجي قبل ما نعرفوا شنو غادي يخسر المغرب من هذه الحرب هذه، شنو غادي يخسر العالم من هذه الحرب هذه. جوج دول عندهم جوج نووي، فرا اول حاجه كنهضروا عليها اذا تم استخدام النووي فغادي يكون في واحد المشكل، واحد الضرر كبير للكره الارضيه في حد ذاتها، وفي العالم غادي يتضرر من هذه القضيه هذه. ثاني حاجه هو الاكسبور والامبور، يعني البلد المصنع ديال العالم اللي هو الصين غادي يلقى مشاكل خياليه باش انه يقدر يدوز السلع. بزاف ديال الدول غتوقف لهم الخدمه غير بسبب هذا المشكل ما بين هاد جوج دول. الجي دي بي ديال الهند فراه واحد من اكبر الدول اللي كتدخل فلوس صحيحه، كيتفوق 3.7 تريليون دولار. الحماق هاد الدول اللي مشاو تطيحوا، عرف بزاف ديال الاقتصادات في الدول الاخرى غادي يطيحوا، حيت كل دوله كتعتمد على الدول الاخرى. حتى الدوله ما هي انديبوندون بواحد النسبه اللي كبيره، كل شيء كيعتمد على كل شيء. دابا نجيو نشوفوا المغرب شنو الموقف ديالو من هذه الحرب هذه. كنشوفوا بانه السيد وزير الخارجيه ديالنا حنايا ناصر بوريطه اليوم حاليا في الرباط كيتلاقى مع البريزيدنت ديال الاسلاميك ريبابليك ديال باكستان. وهذه واحد الحاجه كتوريك بانه المغرب تقريبا او لا هي كتعطيك واحد مثلا المغرب من جهه واخد، ولو بيكون بانه المغرب ما ناوي يتدخل لا مع هذا ولا مع هذا، ولكن هذه القضيه هذه كتوريك واحد النوع ديال التحيز. الهند في نفس الوقت جاوبات، ولقينا بان تويتر هذا اللي كتبان لكم هنايا اي جود تو سبيك وذ اف ام احمد عطاف كنظن هو الوزير الخارجيه ديال الجزائر. اي ثانك هيم سوليداريتي اند سبورت اون ذا باغلام تيرورست اتاك. يعني دابا حاليا كنشوفوا بانه الهند غادي تحالف مع الجزائر والمغرب نورمالمون خاصو يتحالف مع باكستان، مع انني كنظن بانه الموقف ديال المغرب من هذه القضيه هذه موقف محايد، هو ما كيتسوقش لهاد البلدان بجوج، هو ما داخلش اصلا فيهم بجوج، اللي بغى يدابز واللي بغى هذا شغلو هذاك. دابا المغرب شنو غادي يخسر من هذا الهجوم هذا اللي كاين او هذه الحرب هذه اللي ممكن انها توقع؟ حنا بيناتنا وبين الهند عندنا صفقات كبيره خصوصا في الاسلحه، غادي نبنيو مصنع عندنا هنا في المغرب وغادي نبداو عمليه الانتاج، ومن دابا 3 سنوات غادي نكونوا سالينا 3 ديال الموديل وبدينا عمليه تصدير. الفوسفات اللي كنعطيوه لهاد الدول هادو حتى هو غادي نضيعوا فيه، خصوصا الهند اللي عندها واحد النسمه كبيره وهي واحد لامبورطاتور كبير من عند المغرب، بحيث الفوسفات هو اللي كيخليك تاكل. فالهند ضروري غادي تطيح من لامبور ديال هاد القضيه هذه، وبزاف ديال المشاكل الاخرى اللي يشوف الهند فين كاينه وحنا فين كاينين، وغادي توصل الصداع ديالها حتى لعندنا. هاد الحرب حرب كبيره بزاف وماشي ضحكه بالمره، خصوصا فاش كنهضروا على دولتين عندهم النووي واللي بيناتهم واحد الصداع كبير ولمده سنوات طويله. وخاصك تعرف بانه الصعب والاقوى الحروب ماشي هو واحد يتعدى على واحد، بل هو واحد يغتصب الارض ديال واحد اخر. ديك الساعه ما كتبقى تعرف لا انسانيه ولا مفاهمه ولا حتى شي حاجه، اللي جا كيدخل في الاخر. خصوصا ان هاد الدولتين هادو الهيستوري ديالهم او التاريخ ديالهم واضح بان شحال هادي كانت عباره على هند فقط، ومن بعد تقسمات بسبب المستعمر، ولكن باكستان ما ناويش تعترف بهذه القضيه هذه. يعني غادي نشوفوا واحد الحرب فيها مشاكل كبيره واللي غادي دير واحد الاثار كبيره، وغادي الصراحه المغرب
غادي يتقصح ديال بصح. فهذا المشكل هذا خاص يتم الحل ديالو من طرف الدول ديال العالم كاملين في مجلس الامن باش نتهناو من هذا النوع ديال المشاكل، والا غادي نشوفوا واحد الاصداء وخيمه لا لينا ولا لغيرنا. سيادنا هذه الحلقه ديال اليوم بغيتكم كاملين تهبطوا لتحت، ضروري الاشتراك ديالكم نوصلوا 100000، وقول لي شنو الراي ديالك في هذه الحرب هذه، والمغرب شنو غيقدر يستافد او لا يخسر، واش كتظن بانه مع باكستان ولا مع الهند. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي. سلام.